بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب في ساعة. معنا كتاب سليمان القانوني سلطان البحرين والبحرين، حقائق في دور المصادر، صورة للسلطان سليمان القانوني. تولى عرش الدولة العثمانية فترة بلغت 46 سنة، 10 سنوات وشهرا في الفتوحات. خرج 13 مرة الفتوحات، 48,000 كيلومتر ممتطئ حصانه. حيط الدنيا يبلغ 40,000 كيلومتر. يعتبر أقوى سلطان مسلم وصل حتى قلب أوروبا. رقعة الدولة العثمانية امتدت لتصل إلى 14,893 ألف كيلومتر. كانت مساحتها عندما ورثها عن أبيه 6,500. هذا وغيره من الحقائق مطوي في هذا الكتاب. سليمان القانوني. فريق العمل: فريدون أمجان، ترجمة كمال فاروق أحمد كمال. سليم فتح القسطنطينية. مولده، طفولته، نشأته، جلسه على العرش، الحملة السلطانية الأولى بلغراد، عائلته، أفراد أسرته، حرم السلطان، فوضات، تعيين إبراهيم باشا وزيرا أعظم، مسألة مصر، إعدام فرهاد باشا وعصيان الإنكشارية، معركة ميدان مهاج، حركات تمرد، حصار فيينا، تحرك نحو كارل الخامس، حملتان عسكريتان، المجر، القضاء على الصفويين، غزوتان شرقيتان، مسألة أسطول الهند، بيري، خرم سلطان، واقعة الأمير بن يزيد، مقتل الأمير بن يزيد بعد لجوءه إلى إيران، غزوة مالطا والهزيمة، سكتور محاصرتها. سلطان سليمان. ليفني في أعمال معروفة يرسم صورة متخيلة شجرة العائلة العظمى، بس الصور كده تحس إنها نص كم يعني. خريطة العالم في القرن. مولده وطفولته 900 هجري، حفيد بايزيد الثاني. السلطان سليم يقيم في طرابزون كأمير من 892. حفصة بن أبياف أنجب منها ابنا اسمه سليمان. قضى سنوات طفولته بجوار والده في طرابزون. فتح هذه المدينة السلطان الفاتح. سليم فرانكفورت. مهنة الصياغة: كان السلطان لازم يحترف حرفة، فكان سليمان جواهرجي. في أوديسا، مستعمرة جنوة القديمة. صراعات والد سليم على العرش وصل إلى كف بعد عدة أشهر. أمير سليمان عاش أيام عصيبة مضطربة أثناء أعماله ونشاطاته. سليم حسبل وابنه سليمان اعتبر من الأمراء المتمردين الذين ساروا وشقوا عصا الطاعة. لم يدخل في صراع أبيه من أجل السلطة. بات فترة جديدة. دخل سليم الأول باعتباره السلطان العثماني الجديد في صراع مع أخيه الكبير أمير أحمد، أكبر منافسيه من أجل تأمين وترسيخ عرشه. لم يكن أمير سليمان قد غادر الكفة بعد، إنما غادرها بعد ما أبلغ أبوه الخان القرن برسالة كتبها إليه أنه سيقوم بحملة ضد الأمير أحمد، وأنه سيرسل ابنه إلى اسطنبول على الفور، وأنه سيجعله نائبا له. حينما دخل سليمان مضيق اسطنبول استقبله والده فرح سرور. وكتب مؤرخ عاصم: كان شهيدا على هذه الفترة سلطان سليم الأول عندما سمع خبر قدوم الأمير سليمان في أثناء اجتماع الديوان تم فيه دراسة تجهيزات الحملة. أمر بسرور بالغ بإجراء الاستعدادات من أجل استقبال ابنه. خفض سليمان مشاعر الشوق لأبيه الذي التقى به في القصر. احتفالات رسمية قبل يد أبيه في حضور جميع الوزراء رجال الدولة وكبار الموظفين. سلطان سليم كان غادر اسطنبول. هزم والده وأخويه أمير أحمد أمير قوقرد منافسين له على حكم السلطنة. لم يلبث أسابيع حتى أرسل ابنه سليمان إلى مانيسا لإدارة السنجة الجديد. لما تحرك الأمير سليمان إلى مانيسا كان الوريث الوحيد للعرش. لهذا السبب مؤكد أن الأمير سليمان أسس أسرة بعد 1513. كان يوجد معه عند ذهابه إلى مانيسا والدته حفصة سلطان، وأخته معلمة خير الدين أفندي، مربيه قاسم بيك، 84 و50 من خدمه. أما الشخصية المعروفة الأخرى بين الرجال فكانت إبراهيم أغا باشا. أقرب أصدقائه كان في مانيسا سوف يشاركه القدر فيما بعد. قام في مانيسا، دخلت تحت الإدارة العثمانية. بوابين.
خزم سلطان تعلق كثيرا في السنوات الأخيرة قضاء في منسا، ثمة احتمال أن يكون قد أهديت إلى سليمان أثناء جلوسه على العرش. لأن خرم سلطان من أصل بولندي ألكسندر ريزولكا، إنها أخذت أسيرة في مكان يسمى روغانتين، لا يمكن أن يتم إقرارها. المصادر العثمانية تقدم لنا تقارير سفراء البنادقة شائعات، والأمر معلوم بصورة أنها جارية أخذت أسيرة من إحدى البلاد الشمالية. مدينة طرابزون، والده صاحب شخصية قاسية، لا توجد معلومات بخصوص علاقات سليمان مع والده. تلقى الأمير سليمان خبر وفاة والده وتحرك مع رجال اسكودار. 1520 هناك ركب القارب وصل إلى قصر طوبقابي، جلس على العرش وأخفى خبر وفاة والده عن الجميع حتى وصل إلى القصر أولا، وفي اليوم التالي ذهب إلى أدرنا لاستقبال جثمان والده. ضريح السلطان سليم. جعفر بيك قائد القوات البحرية زعم الأمير عن سرج الغلوبي. جعفر الدموي، شكاوى الناس، أعدم. جندبري الغزالي، الحملة السلطانية الأولى بلغراد وحملات السلطان. سلطان سليمان القانوني وقصة حياته، مصادر المراجع والفهارس. شكرا لكم.